عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. لو لسه أول مرة تشوفني وأول مرة تتابعني على قناة على اليوتيوب كلام في الكورة، خش دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه إن شاء الله. وما تنساش تعمل إعجاب للفيديو اللي إن شاء الله هيعجبك. ويلا بينا نخش على موضوع الفيديو اللي هو أخبار النادي الأهلي في الكام ساعة اللي فاتت، وأخبار ريال مدريد برضه في الكام ساعة اللي فاتت. نادي الأهلي يغادر مدينة طنجة المغربية وهيروح لمدينة الرباط عشان يلعب عليها مباراة نادي ريال مدريد الأسباني اللي هتكون يوم الأربعاء زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت الساعة 9 مساء إن شاء الله في نصف نهائي كأس العالم للأندية. ويا رب يوفق النادي الأهلي ويكون الفوز حليف النادي الأهلي بإذن الله، ويقدر يحقق إنجاز تاريخي ويوصل لنهائي كأس العالم للأندية. دعوة كل المصريين، دعوة كل مشجعين الكرة، دعوة كل مشجعين النادي الأهلي للنادي الأهلي إن ربنا ينصر. ده تفصيل عن النادي الأهلي إن هو غادر مدينة طنجة إلى الرباط عشان هيلعب المباراة هناك. بصفة إن هو دلوقتي بما إن نادي الوداد اتغلب وخرج من البطولة، بقى هو ممثل المغرب. فوزي لقجع قال لك هنعمل دخلة تشريفية للنادي الأهلي في مباراته قدام ريال مدريد بما إنه حاليا بقى ممثل المغرب. شفت الناس بتحترمنا وبتحبنا إزاي. شكرا يا فوزي، شكرا يا لقجة، شكرا جدا. مع إنك يعني باللي انت عملته في نهائي الأهلي والوداد وانك خليت المباراة وحاربت عشان تخلي المباراة، بس هو مش ذنبك، هو ذنب الاتحاد عندنا واخفاء الخطابات والكلام ده. هو مش ذنبك، انت راجل محترم وراجل واثق من نفسك وواصل في مكانتك كرئيس اتحاد الكرة المغربية، بتأدي شغلك وبتعمل شغلك على اكمل وجه. وبصراحة انا حييك، شخصية مرموقة، شخصية بتعرف تخلص، شخصية بتعرف تنهي تعاملاتها ومعاملاتها بشكل فني محترف، يعني حاجة جميلة. قال لك هنعمل دخلة تشريفية للنادي الأهلي قدام الريال في المباراة اللي هتقام ما بينهم في المغرب بما إن النادي الأهلي ممثل المغرب. ماشي، شكرا يا سيدي، ألف شكر. فوز النادي الأهلي على أوكلاند سيتي 3-0. انت بتعيد الاحداث ليه تاني يا محمد؟ لا انا مش بعت لك الاحداث، ده انا هقول لك حته دلوقتي، بس انت اتفرج على الفيديو للاخر. انت اتفرج بس على الفيديو للاخر، ما تتفرجليش على اول دقيقه ونص وبعد كده تقول مفيش اخبار انت قلتها. فوز نادي الاهلي على اوكلاند سيتي في المباراه التمهيديه الافتتاحيه لكاس العالم 3-0، ثم فوزه على سياتل ساندرز 1-0، ثم هزيمه الوداد من الهلال في ضربات الجزاء. ده بقى معناه ايه؟ بما ان مباراة مركزي الخامس والسادس اتلغت، ما بقتش تتلعب، اتحددت مراكز الفرق من الخامس للسابع بناء على فوز النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي مش بيلعب في كاس العالم بس، لا ده اتحدد، يعني ده اتحكم في مصير تحديد الفرق من الخامس للسابع. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الوداد خامسة، عشان زي ما قلنا ان المباراة اللي بتنتهي بتعادل وبتوصل لضربات الجزاء بتتحسب تعادل. يعني كده هم حسبوا مثلا لو بمجمع النقاط ان الوداد عنده نقطة في المباراة بتاعته قدام الهلال السعودي، وكده يحتل المركز الخامس. سياتل خد المركز السادس. ليه؟ لأنه مغلوب 1-0، دخل فيه جون وما جابش جوان. يعني دخل في سياتل جون من النادي الأهلي وما أحرز أهداف. كده خد المركز
السادس. المركز السابع اوكلاند سيتي. ليه؟ عشان اتغلب من النادي الاهلي 3-0. 3-0. دخل في مرماه 3 اهداف، ما احرز اهداف، الفرق كده 3، فبيحتل المركز السابع. شكرا يا اهلي اللي بتتحكم في ترتيب المراكز في كأس العالم للأندية. مش بتشارك بس فيها، يعني انت مش بتشارك بس، لا، انت بتتحكم في المراكز الخامس والسادس والسابع. شكرا يا اهلي. اخبار ريال مدريد، في بعض الاخبار اللي هي شبه مؤكدة بنسبة 80 ل 90% عن الغيابات اللي هتكون موجودة في نادي ريال مدريد قدام النادي الأهلي في مباراتهم معه. طبعا من ضمن الغيابات دي كريم بنزيما، لوكاس فاسكيز، إيدر ميليتاو، مندي، وفي الأخير الحارس اللي أنا كنت بشيد بيه في الفيديو اللي فات، تيبو كورتوا. يعني عندك كتيبة 5 لعيبة اهو، وضيف عليهم ايدن هازارد. بس ايدن هازارد ده اصلا مفتوح له مستشفى في نادي ريال مدريد من ساعة ما جه من تشيلسي لحد الوقت اللي احنا فيه ده، بيلعب ماتش او ماتشين عدل وبعد كده اصابة وبتطول، والريال كان بيقول ان هو يمشيه. اهو كده 6 لعيبة مؤثرين جدا: إيدر ميليتاو، مندي، لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما، تيبو كورتوا، وضيف عليهم إيدن هازارد. ربنا يوفق النادي الأهلي. الغيابات دي لو فعلا تم إن هي مش هتقدر، الإصابة بتاعتها هتفضل مكملة لحد بعد ماتش النادي الأهلي كمان، يبقى هيغيبوا عن المباراة. واللاعيبة دي من اللاعيبة الركائز المهمة جدا في نادي ريال مدريد، اللي بيعتمد عليهم كارلوس أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد. وربنا يكرمنا، ولو ما غابوش ولعبوا الأهلي قدها، الأهلي بمن حضر روح الفانلة الحمراء. يعني الجمهور ورانا في ظهرنا، المحاربة من أجل كيان النادي الأهلي. احنا ما بنخافش من أسامي أيا كان مين اللي هيلعب مين اللي غايب، بس احنا بنقول الأخبار اللي موجودة حاليا، إن دول لو غابوا مثلا هتبقى الأمور برضو سهلة شوية في الملعب، لأن هم لاعيبة تقيلة وإحنا عندنا لاعيبة تقيلة تقدر توقفهم. ومش كلام، عندنا حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، عندنا محمد هاني، عندنا علي معلول، عندنا لعيبة تقيلة جدا تقدر توقف أي لعيب تقيل في العالم. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، وأحب أشكركم على حسن المتابعة واستماع الفيديوهات للنهاية، وأشوفكم في فيديوهات جاية كتير يا رب. وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.